السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح النشاط والحاجات الحلوة. أنا قلت أبدأ الفيديو كده بالحاجات الحلوة الأول عشان ما تتصدموش من اللي انتوا هتشوفوه بعد كده. اللانش بوكس بتاع العيال الحمد لله خلصته، وكل واحد هيمشي على المدرسة واللي هيروح على الحضانة. بس تعالي بقى شوفيلي الحركات والحلويات والتحفة دي. عملت يا ستي سينابون بإيديا، بس بقى مش أي سينابون، طلع حكاية. اللهم بارك ما شاء الله، ريحته كانت مالية البيت وطعمه تحفة بجد. العجينة والله العظيم حلوة قوي، مش عشان أنا عملتها والله، بس فعلا العجينة كانت حلوة قوي وكانت هشة، ويعني طعمها تحفة. فقوليلي بقى في الكومنتات لو انتوا حابين اعمله لكم في فيديو بالطريقة اللي انا عملته بيها، اكتبولي وبإذن الله اعمله لكم. بس طبعا زي ما احنا ما عارفين الحلو ما بيكملش. احم السينابون الجميل الحلو ده خلى وراه جبل من المواعين وغسيل رخامة، يعني عندنا شغل كتير النهاردة، بس عادي يا اختي ولا يهمنا. بإذن الله هنخلص ونروق على المطبخ كده والرخامة ونخليه فله. فيلا بينا بقى يا ستات نشتغل ونشوف ورانا ايه كده سوا، وكل واحدة تقوم تخلص المواعين اللي ما بتخلص، وهو بالمرة نتكلم كده شوية مع بعضينا ونفضفض كده على الهادي. بصوا بقى، حابة اتكلم معاكي النهاردة عن ازاي تنظمي يومك وازاي تهتمي بنفسك من غير ما تتعبي نفسك. كنت بحس يومي بيجري في ثانية، اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم، هو لحق اليوم يخلص؟ وده طبعا لان انا بدأته اصلا متأخر، زائد ان انا لما جيت حسبتها انا بعمل حاجات قليلة جدا في العادي قوي، وبحس ان انا مهدودة. طب انا عملت ايه عشان اتهدي الهدة دي او احس بالتعب ده؟ ولا اهتميت بنفسي حتى والله العظيم. شرب المية كنت بنسى كتير قوي ان انا اشرب مية، الاذكار ما كنتش بقولها، حتى الفطار ما كنتش بفطر. بحس اليوم بيجري وانا يا اما ما عملتش فيه حاجات كتير يا ما عملتش حاجة لنفسي اصلا. وبقيت اقول لنفسي هو انت بتعملي في نفسك كده ليه؟ ما انت بني ادمه برضو، محتاجه كده ان انت تهدي شويه، محتاجه ان انت تكوني زي الستات اللي بتروق على نفسها، تعيش اللحظه. اقرأي القرآن، احفظيه وانت مستشعره بالايات. ومن ساعتها بدأت ان انا اغير تفكيري شويه بشويه، وده فتح من الله سبحانه وتعالى. والحاجات اللي بدأت اغيرها في نفسي كانت حاجات بسيطه جدا لكن فرقت معايا كتير. اول حاجه هي اللجوء الى الله سبحانه وتعالى. والله ما كلام ديني على قد ما هي حقيقة لا مفر منها. والله يا بنات، عاوزة تحققي أي حاجة أو نفسك تغيري أي حاجة فيكي أو حتى في اللي حواليكي، اطلبيها من ربنا الأول، واستعيني بالله الأول قبل ما تستعيني بأي حد. أنا وإنتي وكتير قوي بنقعد نتفرج على فيديوهات تحفيزية، أو أيا كان، ممكن مثلا تكلمي مامتك، أي حد عشان بس يحفزك. انتي فعلا بتتحفزي، لكن كتير قوي بتتحفزي تحفيز وقتي وبعدها مش بتعملي اي حاجة من اللي سمعتيها، صح ولا لأ؟ طب ده يا ترى بيحصل ليه؟ عشان لازم تفهمي ان ربنا هو الوحيد القادر على تغييرك.